في دار السلام تحدث عربيه ده هو بس هيحكي لكم ده دلوقتي. نعم. اسم الشهيد ايه؟ وعليك السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. احنا ابني توفى يوم 28. انت والد الشهيد؟ والد الشهيد محمد مدحت. ايوه محمد مدحت. ابني ما كانش في المظاهرات خالص، وكان خارج من الشغل بعد صلاه الجمعه، عربيه بتاعت بلد داست عليه ونقلوه، اخوه راح نقله من القصر العيني عشان يسابوه. فحضرتك دخل مصور من الوفد صور جثمانه واتكتبوا عليه وحطوه على النت في الوفيات اللي هي الخاطره. نعم. وحط عليه اسم علي فتحي مش اسمه خالص عشان يقطعوا عدد الشهداء. الو. نعم. سامعني حضرتك؟ نعم. وحتى البنت اللي قالوا عنها شهيده قالوا انها منتحره، يعني في كلام في قضيه الشهداء، احنا مش عارفين الحقيقه. اسم الشهيد علي فتحي. واخد بال حضرتك؟ وبعد كده لقينا صورته محطوطه في ميدان التحرير باسم برضه الشهيد علي فتحي. ويعني ابني تاني يوم انا دفنته بايدي ورحت غسلته في القصر العيني وعملت التشريح ورحت دفنته وخدنا العزاء بتاعه وخلاص وخلصت، وعاملين محضر بالكلام ده، والراجل اللي دايس عليه موجود. نعم. بالعربيه واخواته موجودين والناس كلها موجوده. اما سالنا في الوفد انتوا صورتوا ابننا ليه؟ ونزلوا لنا اعتذار تاني عليه، قالوا عشان احنا كنا بنثير الراي العام بنكتر عدد الشهداء. نعم. يعني انت تنفي يعني تنفي ان يعني ابنك توفى في ميدان التحرير وان ابنك توفى بحادث سياره، حادث سير. انا ابني توفى بحادث سياره واستغلوا صورته وهو متوفي وكتبوا عليها اسم واحد تاني. اسم علي فتحي. ابنك اسمه محمد مدحت. والاستاذه نسرين صورتني وصورت الصور. أيوة. والبطاقه بتاعتي وشهادتي الوفاه كله. عطنا الاخت نسرين، يعني هذا ايضا يعني والد الشهيد محمد مدحت يتحدث ينفي ان ابنه شهيد ويقول ان ابنه أيوة. يعني توفى بحادث سير. نعم الله يرحمه ان شاء الله، الله يرحمه. عطني الاخت نسرين. معانا الاخت نسرين. الاخت نسرين مع حضرتك. انا عايزه اقول لك برضه ابن الاستاذ مدحت اللي كان معايا دلوقتي ده كاتبين على صورته ضم ابننا يعني رأسك يا مبارك، انت اللي بعتنا لاسرائيل يا مبارك تحت الصوره بتاعته، واستغلوا موت الشاب ده. انا مصوره لكم كل حاجه ومصوره البطاقه بتاعته لان هو طبعا صحفيه، اهم حاجه عندي المصدر. سالي مجدي زهران من مواليد 16 من أكتوبر لعام 1987، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بسوهاج، تعيش مع أسرتها في شارع الجمهورية بمدينة سوهاج. توفت لرحمة الله يوم 28 من يناير لعام 2011 الماضي فيما عرف بجمعة الغضب. جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ذكرت لنا أن الشهيدة لقيت مصرعها بعد قيام بعض البلطجية المستأجرين من الحزب الوطني بالتعدي عليها بالضرب بالشوم والعصي أثناء محاولتها دخول ميدان التحرير بالقاهرة. وفاجأ أن في الجرايد كاتبينها بمنظومة الشهداء ناسا عملت سفينة باسمها بعتها المريخ. الأستاذ مصطفى التوني عمل لها كاركتير جان دارك المصرية. يعني ربنا كرمها في الدنيا إن شاء الله يكرمها في الآخرة. ولكن بعد قيامنا بالتوجه لمنزل أسرة سالي بمدينة سوهاج للتصوير معهم حدثت مفاجأة كبرى لنا طبقا لما جاء بحديث والدتها. بتتصل بحد من أصحابها هنا في سوهاج وعرفت إن هم يعملوا مظاهرة، دخلت خدت عملت كوبايه نسكافيه بتاعتها، هي مش اكله ليها يومين بس ما رضتش تفطر ولا تاكل حاجه، عملت نسكافيه بتاعتها وشربت، دخلت خدت حمام ولقيتها بتلبس. رايحه فين يا سالي؟ قالت لي يا ماما رايحه انزل في المظاهرات، عايزه اشارك يا ماما باي حاجه.
انا سبتها تنزل، ما كانش ينفع احوشها، كانت فعلا لو لازم كانت تنزل في الوقت ده. ولقيتها جايه مبلوله ميه ويعني قالت لي ماما اصل مرش علينا ميه والدخان بتاع القنابل، فجاي وشها اصفر اصفر بشع، يعني كانها بتموت، بتكح، مخنوقه، داخله جري تغير عشان تنزل تاني. طبعا انا كأم ما قدرتش، تعبت عليا، قلت لها لا ما ينفعش، خلاص عملتي لي عليك يا سالي. سهرت جدا لدرجه ان هي مسكت الترابيزه راحت موقعاها كسرتها. حرام عليكي، سيبيني يا ماما، سيبيني اعمل حاجه، سيبيني اعمل حاجه للبلد مش ليا، لاخواتي. طبعا لقيتها بتثور وبتغضب يعني كانت ممكن تعمل اي حاجه. دخلت على اوضتها الجاريه قالت لي ما كنتيش هتنزليني، انا هنزل من البلكونه. رحت لقيتها انا واقفه على الباب وهي واقفه عند البلكونه، بس كانت بتهددني، ركبت البلكونه حصان اساسا. قالت لي يا ماما افتحي لي الباب عشان انزل ارجوكي من فضلك. فوجئت ان هي حصل لها زي داخل، وقعت البلكونه، ماتت في الحال. ان مش كل الشهداء اللي راحوا شهداء ثوره. يعني في ناس ماتت عند اسم المسلم، او بلاش اسمي اسامي، في ناس ماتت يقول لك شهيد اثناء اقتحامه اسم كذا. حضرتك ده تعتبريه شهيد؟ بس قبل الاخبار لازم نقول لحضراتكم اننا من يوم الخميس اللي فات، من الخميس بالليل من بعد حلقتنا واحنا بنلف حوالين نفسنا من ساعه الدكتوره ماجدة هلال نائب رئيس مصلحه الطب الشرعي ما صرحت لبرنامج اخر كلام ان الضحايا المجهولين اللي دفناهم يوم الخميس الصبح منهم 17 مسجون، وهم كلهم على بعض 19 منهم سيدتين، وده معناه حسب كلامها ان كل الرجاله من الضحايا كانوا من المساجين. حضرتك ده تعتبريه شهيد؟ قبل اي حاجه ان انا اترحم على ارواح هؤلاء الشهداء. ربنا يرحمهم يا رب. عرفنا انهم قد دفنوا اليوم دون ان نعرف المزيد من التفاصيل عنهم. نترحم على هؤلاء الشهداء وعلى كل شهداء ثوره يناير، فليتغمدهم الله برحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر، وليلهمنا نحن أن نكون على قدر الأحلام التي ماتوا من أجلها والتي استشهدوا من أجلها. يا رب آمين. يا رب يكون عند الدكتورة ماجدة هلال نائبة رئيس مصلحة الطب الشرعي، وهي معنا الآن على الهاتف بعض الإجابات. مساء الخير يا دكتورة. ما هو لأنه حضرتك برضو يعني فاكرة الموقف اللي كان برضو على فكرة عايزة أقول لحضرتك على حاجة. ال 19 جثة اللي عندنا 17 منهم كانوا بلبس السجن. كانوا بلبس السجن؟ أيوة. ده معناه إيه؟ إنهم مساجين. ده معناه إيه؟ إنهم مساجين. جايين منين؟ من أي سجن؟ غالبا الفيوم. غالبا إيه حضرتك؟ الفيوم. سجن الفيوم. يعني كان اتقبض عليهم اثناء الثوره وراحوا سجن الفيوم واتقتلوا هناك؟ لا ما اعرفش، دي ما اعرفش اقول لحضرتك عليها، هل اتقبض عليهم او اساسا كانوا نزلاء. لا مش سامعه حضرتك. حضرتك ليه ما خاطبتيش سجن الفيوم اللي حضرتك بترجحها انه جاي منه؟ لا انا مش برجح، انا بقول لحضرتك عربيه الاسعاف بتيجي تقول كذا، انا ليا الورق اللي بيجيني. لا ده احنا عايزين تحقيق، وتحقيق كبير قوي في مسألة زي دي. طيب فيما يخص ال 19 اللي تم تشييعهم اليوم من مسجد السيدة نفيسة، والأكفان كلها زي ما حضرتك شايفين في الصورة ملفوفة في علم مصر، وقيل لنا انه دول 19 من شهداء الثورة.
ولكن صرحت لنا الدكتورة ماجدة هلال نائبة رئيس مصلحة الطب الشرعي بأنه 17 من دول أتوا أساسا أو أتت جثثهم أساسا إلى المصلحة بزي السجن، يعني هم سجناء. طبعا نترحم على أرواحهم زي ما نترحم على أرواح أي حد، لكن نتكلم قيل لنا أن دول من شهداء الثورة. والله يا أستاذ يسري، يعني أنا بصراحة أنا مستغرب من الكلام بأمانة. يعني هو المطلوب ان احنا كنا نولع في جثثهم، يعني ده كان مطلوب مننا، ان احنا دول سجناء احنا نجيبهم نرميهم في نهر النيل نولع في جثثهم. ايه المطلوب؟ انا مش فاهم. احنا مين قال كده يا استاذ سيد؟ استاذ سيد لو سمحت لي، انا مين قال كده؟ انا لسه بترحم، حضرتك سمعتني وانا بترحم على ارواحهم ايا ما كانوا. يا استاذ يسري دول مصريين ايا كان، دول ناس مصريين تمام، من ضحايا احداث الثوره ايا كان مسمياتهم. المعلومه طبعا ان هم 17. طب ليه حضرتك ماسك ملف الشهداء في رئاسه الوزراء؟ ليه ما طلعش من رئاسه الوزراء اللي بيقول لنا القصه كامله بتوع 19 من امبارح حتى، مش من النهارده؟ النهارده يا جماعه او بكره يا جماعه هيتم تشييع 19 جثه، الجثث دي حكايتها كذا كذا. يا فندم احنا جالنا حضرتك، احنا كل اللي احنا قلناه ان احنا هنشيع ضحايا 19 جثه من ضحايا احداث 25 يناير. ده اللي صدر على لسان الدكتور حسن شرف. حضرتك احنا جالنا طلب من شباب الثوره، تمام، مذكره من شباب الثوره ومذكره من الاستاذه دينا كشك اللي هي كانت متوليه الموضوع، واللي هي اللي كانت مسؤوله عن موضوع الشهيد المبتسم لو تفتكر حضرتك. هي الموضوع كله كان معاها، وقالت دول من ضحايا احداث 25 يناير واحنا عايزين ندفنهم عشان بقالهم فتره موجودين. لما تابعنا مع المصلحه، محدش من المصلحه خالص قال لنا هذا الكلام، بالعكس في عدد كبير جدا دخل النهارده المشرحه، ما كانش فيه حد من السجناء غير 3 أو 4 حالات كانوا لابسين لبس السجن فعلا، الباقي لابسين لبس بناطيل جينز وهدوم عاديه جدا جدا. ده اللي اتقال لنا، تمام. دكتوره ماجدة نائبه رئيس المصلحه بنفسها بتقول لنا 17 من ال 19 دول اتوا اساسا في ملابس السجن. اتوا اساسا في ملابس السجن. نعم. طب هي نائبه رئيس المصلحه ما بلغتناش ليه بكده؟ ما بلغتناش ليه حضرتك من الموضوع من اساسه؟ الموضوع جالنا من المجتمع المدني مش نائبه رئيس المصلحه.